السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ أم فارس. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا أول فيديو طويل بعد ما لحقنا 100,000 مشترك والحمد لله. جبت لكم وصفة لي باغيت فارسي، خبيزات محشيين، وصفة هايلة. بسم الله. نبداو بالحشو. هو الأول كنا درناه في وصفات سابقة تاع لي سوفلي وتاع البوراك. حشو بنين بزاف. في مقلة نحط الزيت وندبل فيه حبة بصل متوسطة مسكرفجة مع 2 سنينات توم. كي يدبلوا شوية نحط حبة زرودية متوسطة مسكرفجة، نقليها شوية ونزيد حبة طرشي مقطع ونخليه يزيد يدبل. من بعد نزيد حبة قرعة صغيرة مسكرفجة. هاد الخضرة تزيد طعم هايل للحشو، وتاني تزكيه. توابل ملح فلفل كحل وشوية قرفة، والتوابل يبقاو حسب الذوق. نخلي الخضرة تتقلى تدبل مع التوابل. من بعد نزيد كمية من اللحم المفروم لا فيونداشي، وهنا حسب الرغبة. اللي تحب دير دجاج مفروم ولا داند مفروم. ونخلي الحشو يطيب على نار هادية. ودوك نجوزو للعجينة، عجينة لي باغيت فارسي، خبيزات محشيين. في غيسيبيون نحط كاس حليب دافي، مغرفة كبيرة سكر، ونص مغرفة كبيرة خميرة خبز. نخلطهم مليح ونزيد لهم كاس فارينة ونزيد نخلط. نغطي الخليط ونخلي الخميرة تتفاعل 10 دقائق. الحشو راه واجد، طاب معانا اللحم المفروم وطابت هذيك الخضرة. نطفي عليهم. نرجع الخليط العجينة بعد ما تفاعلت الخميرة، ونزيد له 2 مغارف كبار زيت وبياض بيضة، والصفار نخلوه مع الاخر ندهنو به الخبيزات. نحط الملح حسب الذوق ونخلط مليح. من بعد نزيد الكاس الثاني فارينة. الكاس الاول حطيناه من الاول ونبدا نخلط. الكاس الثالث تاع الفارينة نزيدو بالتدريج ونبدا نلم في العجينة. نتحصل على عجينة طرية تتلاصق شوية. الكاس الثالث ديت منه أكثر من النص شوية، وهذا يبقى حسب نوعية الفارينة. نحط العجينة فوق سطح العمل، ندلكها واحد 2 دقائق. شوفوا معايا قوام العجينة، عجينة طرية تتلاصق شوية. نرجعها للغيسيبيون، نغطيها ونخليها تخمر حتى يتضاعف حجمها. بعد هذه المدة نهبط لها الخمور ونرش سطح العمل بالفارينة ونقسمها 3 قطع متساوية. نشكلهم كريات ونخليهم يرتاحوا 5 دقائق. بعد ما ارتاحوا نبدأ نحل العجينة ونعطي لها شكل بيضاوي أوفال. نفتحها ماشي رقيقة وماشي خشينة، ونبدأ نحشي في الخبيزات. نحط الفرماج نمشيه، ومن بعد نحط فوقه الحشو اللحم المفروم، وفوق اللحم المفروم نحط جبن مبشور. نغلق العجينة بهذا الشكل ونعطيها شكل خبيزة باغيت.
نضغط على الأطراف ونضغط على الجانب باش ما تفتحليش العجينة كي تكون في الفرن. الأطراف نقص منهم بالموس بهذه الطريقة، ونزيد نغلقهم مليح. نحط لاباغيت فارسي هذه في سنيوة مفروشة بورق الطهي، ونحطها بهذه الطريقة. الجهة اللي طوينا منها هي اللي نحطها من تحت. نكمل نحشي الكريات اللي بقاو بنفس الطريقة. من بعد نجيب موس ماضي وندير فتحات باش تشكل لنا باغيت تاع الصح. ندهنهم بصفار البيض، نزيد له قطرات من الخل ولا شوية حليب، ونزين بالجلجلان والسانوج والزيتون، ويبقى التزيين اختياري. في هذا الأثناء راني مشعلة الفرن، ندخل السنيوة ونطيبهم على 180 درجة. كي يطيبوا من تحت نحمرهم مليح من الفوق. العجينة اللي قطعناها نلمها ونشكل بها باغيت صغيرة بنفس الطريقة. الخبيزات طابوا خرجوا من الفرن بهذا اللون يشهوا. نخليهم يبردوا شوية ومن بعد نقسم معاكم واحدة. شوفوا معايا النتيجة ولا أروع. نقدروا نقولوا عليهم مملحات، نرفقوهم مع الحساء ولا مع الشربة، ولا هما وحدهم كطبق مع عصير وشلاضة. جربوهم ما تندموش، بنان بزاف. شكرا على المشاهدة والدعم. راني نحط في لي شورت فيديو فيهم وصفات هايلين، ادخلوا شوفوهم. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.